السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوك ربيع بيصبح عليكم وبيمسي عليكم. النهاردة هنتكلم على صفقات الأهلي. صفقات الأهلي اللي المفروض تخلص في خلال الثلاث أيام اللي جايين دول. ليه في خلال الثلاث أيام اللي جايين؟ لأن خلاص يعني القيد بتاع الاتحاد المصري هيقفل يوم 8. ملناش دعوة يا جماعة بالقيد الأفريقي، ملناش دعوة بالقيد الأفريقي. القيد الأفريقي بقى مد لغاية يوم 28. ممكن يبقى في دول تانية القيد بتاعها مفتوح، لكن بالنسبة لمصر القيد فاضل له 3 أيام ويقفل. تمام. نتكلم النهارده على هما في 2 لعيبة الأهلي حاطط عينهم عليهم. 2 لعيبة دول يعني بنسبة 99% في حد منهم هيخلص في خلال ال3 أيام اللي جايين دول. طب مين اللعيبة ديّة والأهلي محتاج مين فيهم يعني؟ أول لاعب طبعًا اللي هو ديريك كوتيسا، لاعب سويسرا. اللاعب ده طبعًا بيلعب في سويسرا، والمدير مدير الكرة في النادي دوّة فايلر. طبعًا كلنا عارفين فايلر. كوتيسا طبعًا لعيب كويس جدًا، بس هي في مشكلة واحدة، إن الأهلي عرض عليهم $1.5 مليون تمام كاش، ويسجلوا اللاعب في السيزون الانتقالات الشتوي، ويكمل معانا ال6 شهور دول ويبقى تمام. واللاعب مرحب جدًا، بس لأ، النادي عرض يعني إن هو عايز $1.8 مليون، عايز يزود $300,000. طب الأهلي رد عليهم قال لهم أوكي أنا موافق، بس أدفع المبلغ ده على قسطين. قال له لأ، عايزينهم كاش. الأهلي قال له أنا موافق إن أنا كاش بس 1.5. قال له لأ، أنا عايز $1.8 مليون، وأأيد لك أستغنى عن اللاعب اللي هو كوتيسا. لاعب كويس، لاعب بس هو في الأغلب بيلعب وينج شمال. مش فاهم احنا مركزين قوي على الوينجات وينج شمال كله ليه؟ بن شرقي وينج شمال، بس بن شرقي ممكن عادي يديك يمين شغال يلعب يمين وشمال. حسين الشحات برضه دلوقتي بقى بيلعب يمين وشمال، بس هو يعني 90% من قدرة اللاعب بتطلع الوينج الشمال، بس يعني احنا مركزين كله وينج شمال دلوقتي بس تمام. اللاعب ده قوي جدا، و يعني لو جبناه تبقى صفقة حلوة جدا يعني. في لاعب تاني بقى بدأنا نخش في كلام دلوقتي فيه، الواد ده يعني أسطورة، أسطورة. الأنجولي طبعا، جيلسون دالا. جيلسون دالا تمام، ده لاعب الوقرة القطري. اللاعب ده يا جماعة يعني هو بيلعب في ال3 مراكز، بيلعب وينج يمين ووينج شمال وراس حرب. بس هو في ميزة حلوة قوي، في ميزة حلوة إن هو هجام، يعني لعيب هجام بيجي كده من القلب. لو جاي من على الدايرة وضاغط بهجمة من على الدايرة، حاجة مرعبة. هجام من على الدايرة، يعني هو لو واخد الكرة من نص الملعب وده هجمة، يعني الواد بيقلب لك التحولات من هجمة عليك لهجمة ليك بخطورة رهيبة. سرعة، مهارة، بيلعب وينج يمين، بيلعب وينج شمال، هداف، يعني متكامل. الواد ده لو جه يا جماعة يعني هتبقى صفقة الموسم فعلا. هيفيدنا كتير جدا في ال6 شهور دول، وهيفيدنا كتير جدا في كأس العالم، لأنه هجام. يعني ده من نوع اللعيبة، لعيب هجام. اديله بس الكرة في رجله وسيبه، الستارت بتاعه عالي، بيطلع بالكرة مش بطيء في لعبه. غير ان هو هجام بقى، ما بيهبش اللي قدامه. لا ده انت يعني اديله الكرة في نص الملعب هتلاقيه في ال18 بتاع الفرقة التانية. لمساته حلوه، سرعته كويسه، بيعرف يطلع الكرة من رجله كويس، بيعرف يخلص الكرة كويس، بيفنش كويس، سريع، يلعب لك على الوينجين يمين وشمال، يلعب لك راس حربة. هيفيدك كتير قوي لو الاهلي خلص في اللعيب. واعتقد ان يعني الوقر القطري هتقدر تتكلم فيه شويه وهتلاقي الدنيا سهله شويه. غير سويسرا طبعا فايلر، عشان هو كان موجود في الاهلي وعارف الاهلي لما بيجيب صفقات اجنبيه بيدفع فيها كام وبيخلص بكام. فاعتقد ان فايلر ممكن يكون ادى للناس صوره عن الاهلي، بما انه كان اصلا مدرب الاهلي. فعشان كده الناس بتطلب بمبالغ وعارفين ان الاهلي لما بيبص على لاعب عايز يخلص فيه والوقت بيضيق معاه بيدفع. فهو اعتقد ان هو ادالهم الصوره الكامله دي، وهم عشان كده يعني ايه بيتكلموا في مبالغ اكتر. مع ان لو اي نادي تاني دخل في اللاعب ده اعتقد ان هو يخلص فيه مبلغ اقل من كده. بس زي ما احنا عارفين يعني اي حاجه الاهلي والزمالك لما بيخش في اي صفقه بتلاقي النادي ضرب الصفقه في 3 و4. اتمنى تكون المعلومات اللي اديتها لكم فادتكم كتير. ولو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك وتعمل اشتراك في القناه عشان تشوف معانا كل جديد. مساء الفل عليكم، اتمنى يكون يومكم كويس. اشوفكم في فيديو جديد.